أهلا بيك في اليوم السابع، في آخر يوم من أيام الكورس الجميل القوي بتاعنا إن شاء الله. النهاردة هنتكلم على أنواع المحتوى اللي لازم تنشره. في الوحدة دي هنتكلم عنها بأشكال مختلفة. إيه اللي المفروض تنشره إزاي عشان تشد جمهور أكتر. وطبعا مش بس عشان تشد جمهور، عشان تقدر تبقى بتبيع للجمهور دوت منتج أو خدمة أنت بتعملها. هنشرح كل حاجة بخطوات بسيطة عشان تبقى واضحة وسهلة كمان. هنقول إيه الأدوات اللي ممكن تبقى بتستخدمها علشان تصنع محتوى قوي، وهندي مساحة للتدريب العملي. يلا بينا. الادوات والتطبيقات اللي هنحتاجها. قبل ما نبدا في الانواع دي، في شويه تطبيقات وادوات هتسهل عليك عمليه صناعه المحتوى ونشره. كاميرا الموبايل تقدر منها تبقى بتعمل كونتنت قوي جدا بجوده كويسه. موبايلك دلوقتي غالبا بقى كافي يطلع الشغل حلو. تطبيقات المونتاج كاب كات وكانفا وان شوت وفي ان فيديو اديتور سهلين وفيهم فيتشرز مجانيه، ادوات مجانيه تقدر تبقى بتستخدمها. تطبيقات السوشيال ميديا نفسها، طبعا فيسبوك، انستجرام، تيك توك، يوتيوب، سناب شات، لينكد ان، اكس، وهكذا. كل منصه مهم انها تبقى متواجده عندك على الموبايل بتاعك علشان تقدر تبقى بتنشر من خلالها. وطبعا ميتا بزنس سويت علشان تقدر تبقى بتعمل سكيدجول او جدوله للمحتوى بتاعك. الادوات دي هنبدا نناقشها ونفصصها خطوه بخطوه مع بعض برضو في الكورسات التانية، لو حضراتكم حابين انكم تبقوا بتمشوا جواها اكتر واكتر. حضروا نفسكم عشان اليوم النهارده يوم قوي جدا. الدرس الأول من الوحدة السابعة واليوم السابع، المحتوى الجذاب، الهوكينج كونتنت. الهدف من المحتوى الجذاب هو إنك توقف وإنت بتقلب، وإنت عمال تتفرج كده على كونتنت، الناس توقف فتبدأ تتفرج. لو إنت ما شدتش الناس من أول 3 ثواني هيكمل سكرول أو هيكمل تدوير كده وخلاص، مش هيبقى عايز يكمل معاك ومش هيرجع. عشان كده محتوى الجذب هو بوابتك الأولى لأي محتوى تعليمي أو بيعي. إزاي تعمل محتوى جذب فعال؟ ابدأ بجملة قوية جدا، سؤال يلمس فضول الناس، إحصائية صادمة، وعد صريح، فايدة قوية. تخيل تقدر تشتغل يوم واحد وتكسب دخل شهر، أو 80% من الناس مش بيشربوا مية كفاية، أنت واحد منهم. أو إنك ممكن تستخدم صورة جذابة أو فيديو في ثمنيل قوي يشد الناس. الوش لازم يكون واضح، الألوان تكون مشرقة، في حركة أو تعبير، عنوان مصور، عنوان فوق الصورة مثلا السر اللي هينقذ شغلك من الفشل. حاول كمان وانت شغال تبقى بتخلي المحتوى قصير ومليان تشويق. اشتغل على انك ما تطولش، قدم لمحه بس من القيمه اللي انت بتشرحها. ممكن تقول التفاصيل هقولها مثلا في الفيديو اللي جاي، تابعني عشان كذا كذا كذا. مؤثرات بصريه وصوتيه برضو استخدمها، هتفرق جدا جدا معاك. دي من الحاجات المهمه القويه جدا. في الفيديوهات استخدم صوت، موسيقى سريع ورائج، حاجه الناس سامعاها دلوقتي هيفرق جدا جدا معاهم. اعمل مونتاج سريع. طب تيجي نتمرن؟ اختار فكره بسيطه مثلا زي زياده الانتاجيه في الشغل، وابدأ فيديو إنه في طريقتين لو عملتهم شغلك هيتغير 180 درجة. ده اسمه شغل بفيجوال هوكينج. ده هو درسنا الأول. أهلا بيكم في الدرس الثاني، المحتوى التعليمي، الإديوكيشنال كونتنت. محتوى التعليم هو اللي الناس بتجيلك علشان ده اللي بيخليهم دايما يشوفوك كخبير ويبني لك ثقة وسمعة قوية. لكن عشان المحتوى دوت ينجح لازم يكون بسيط، عملي، ويبقى فيه قيمة. طيب إزاي تعمل محتوى تعليمي ممتاز؟ رقم 1، ابدأ من أسئلة جمهورك. خلي البداية دايما عند الناس. فكر إيه أكتر سؤال بيتكرر. مثلا لو أنت في مجال التسويق، سؤال زي إزاي أزود التفاعل على انستجرام، وابدأ اعمل عنه محتوى. تاني حاجة، بسط المعلومة جدا. بلاش تبقى بتقول مصطلحات كتيرة تقنية تعقد الناس. استخدم تشبيهات. بدل ما تقول call to action، قول جملة في آخر الفيديو بتطلب منهم يعملوا حاجة. تالت حاجة، اربط المعلومة دايما بمثال واقعي. خلي دايما في مثال من تجربتك انت، تجربة عميل، تجربة حاجة حصلت. بعد كده اعمل خطوات، حسس الناس دايما ان في خطوات تساعدهم. بلاش تبقى بتقول للناس الموضوع وتسيبهم عشوائيين. فقول لهم 3 خطوات عشان تعمل كذا، 5 أدوات عشان تعمل كذا، 7 أخطاء شائعة يا ريت بلاش تبقى بتعملهم. الناس دايما بيحبوا يحسوا انه في ترتيب، بيحسوا انهم منظمين اكتر. خامس حاجة، استخدم ستايل الهاو تو. ستايل الهاو تو هو ازاي تعمل كذا، يعني ازاي تعمل ريل في اقل من 5 دقائق، ازاي تجهز محتوى اسبوع في يوم واحد. اسلوب ازاي دايما بيفرق جدا مع الناس. وهنا هيجي بقى التمرين بتاعك. اكتب بوست او صور فيديو فيه 3 خطوات تكتب بيهم بوست يجذب انتباه جمهورك. انت ابدأ نفذ ده، هتلاقي شغلك نفسه اتطور جدا والناس نفسها تحب قوي تتفاعل معاك. ده هو درسنا الثاني، اتمنى حضراتكم تكونوا استفدتوا منه. اهلا بيك في الدرس الثالث، محتوى التفاعل، الانجيجمنت كونتنت. المحتوى التفاعلي اللي هدفه يخلي الناس تبقى بتشارك، بتعلق، بتعمل لايك، بتعمل شير، مش بس تسمعه لكن تشاركه. طب ايه انواع المحتوى التشاركي او التفاعلي دوت؟ يلا بينا افصصهم لك. اول نوع، الاسئله المفتوحه. ابدا دايما واقفل دايما بسؤال.
خلي دايما الناس تبقى بتفكر معاك ان هم عايزين يجاوبوا على اللي انت بتقوله، مش بس انك انت اديتهم معلومه وخلاص. فاسال الناس ايه اكتر عاده غيرت حياتك، هتلاقي ناس بتكتب كومنتات. بتحب تبدا يومك بايه، هتلاقي ناس بتحب تكتب كومنتات. تاني حاجه، استخدم التصويتات، البولز على الستوريز بتاعت الانستجرام بتاعتك او على تيك توك او على فيسبوك. خليك دايما بين انك تحير الناس ما بين حاجتين، تخير الناس بين حاجتين. ايه رايكم ده ولا ده؟ تحب المحتوى التعليمي يبقى فيديو ولا بوست؟ تحب المحتوى يبقى كذا ولا كذا؟ يفرق جدا معانا. ثالث نوع من انواع المحتوى هو التحديات، التشالنجز. التحديات والتشالنجز دايما بتكون قويه. ليه؟ لانها بتخلي الناس تحب تتفرج، مستمتعه. زي انا جربت اعمل تحدي يوم كامل من غير موبايل، مين يحب يجرب معايا؟ رابع نوع من انواع المحتوى المسابقات البسيطه، الكومبيتيشنز. انك تبقى بتشارك البوست دوت واكتب في الكومنت اكتر نصيحه عجبتك واكتر تعليق عليه لايكس، ده ليه جايزه. خامس نوع من انواع المحتوى ردودك على المتابعين. لازم تكون بتعمل سكرين شوت لتعليق حلو وترد عليه في ستوري او في فيديو. اذكر الناس باساميها، فلان الفلاني سالني كذا وكذا وكذا. الاسك ده اسمه محتوى الاسك. يلا بينا التمرين. اعمل بوست تفاعلي بعنوان لو كان عندك ضعف عدد المتابعين الحاليين هتعمل ايه، واسال الناس وتعال نشوف الناس هتبقى بتقول ايه. هو ده درسنا النهارده، اتمنى يكون فات حضراتكم وهستناكم في الدرس الرابع. اهلا بيكم في درسنا النهارده، الدرس الرابع من اليوم السابع، محتوى البيع، السيلز كونتنت. المحتوى البيعي هدفه واضح وباين من اسمه، البيع، بس لازم يتقدم باسلوب انساني وذكي مش بطريقه مزعجه. طيب ازاي تبيع بدون ما تبان انك بتبيع؟ ابدا من المشكله مش المنتج. وضح الالم او التحدي اللي جمهورك بيعاني منه. بتضيع وقت في عمل محتوى، انا هنا عشان اساعدك في خطه شهر كامل في يوم واحد. تاني نوع، اعرض الحل ببساطه، كورس متكامل يشرح لك كذا وكذا وكذا، اداه بتسهل عليك. تالت نوع، قصص النجاح، احكي حكايه عميل وبقى في نتيجه حقيقيه بعد لما اشتغل معاك. رابع نوع، عرض خاص، بروموشن، انك تقول ان انا عندي عرض لفتره محدوده تقدر تبقى بتشترك فيه، الخصم مثالي لفتره 48 ساعه بس، 50% لاول 50 مشترك. خامس حاجه، الكول تو اكشن، زي ما قلنا الجمله اللي بتتحط في اخر الفيديو، خليها واضحه. سجل من اللينك ده، سجل من اللينك اللي في البايو، كلمنا على الواتساب، عرف الناس يعملوا ايه، ما تسيبهمش تايهين. اديك تمرين، صور فيديو 30 ثانيه بتعرض فيه منتج من منتجاتك او خدمه من خدماتك بلغه سهله وبسيطه ومركزه، فيها عرض مغري وكول تو اكشن واضح، وابدا قدمه لنا. ده هو درسنا النهارده، اتمنى حضراتكم تكونوا استفدتوا منه. اهلا بيكم في الدرس الخامس من اليوم السابع عن محتوى الترندات، الترند كونتنت. طيب بمنتهى البساطه، الترند هو اقوى وسيله تنتشر بيها بسرعه لو استخدمته صح. طيب ازاي تركب الترند بشكل مظبوط؟ اولا تابع المنصات، شوف كل منصه يوميا ايه اللي ترندي فيها. تيك توك، انستجرام، خش على الاكسبلور بتاعهم، يوتيوب شورتس او اكس، خش واتفرج. اختار الترند المناسب لمجالك، مش لازم تقلد، خده وعدله على طريقتك. تالت حاجة، السرعة ثم السرعة. الترند عمره ساعات، لازم تبقى سريع جدا وتلحقه. رابع حاجة، حط لمستك الخاصة بقى، خلي عندك لمسة خاصة وقوية، خلي عندك شخصية، حتى لو الترند مضحك خليه ليه علاقة بموضوعك، هي دي الشطارة. خامس حاجة، هاشتاجات الترند، شوف الترند بيستخدم هاشتاجات عاملة ازاي وابدأ استخدمها. زود فرص الظهور بانك تبقى بتعمل هاشتاجات من اللي الناس بتستخدمها. تيجي نعمل تمرين؟ دور النهارده على ترند شغال النهارده واكتب سكريبت او بوست سريع تركب بيه ترند، بس يكون ليه علاقه بشغلك. وهدي لك ملحوظه، بعد ما عرفت الانواع الخمسه استخدم معاهم قاعده 1 2 3. ايه قاعده 1 2 3 او 3 2 1؟ 3 بوستات جذابه، 2 تعليمي، 1 بيعي. ده الجدول المثالي لاي صانع محتوى بيبدا بيه صح. ابدا النهارده 3 2 1 او 1 2 3. اشتغل بالتكنيك دوت، هتلاقي شغلك بقى في حتة تانية خالص وقادر تعمل كالندر قوية جدا. وافتكر ان سر صناعة المحتوى الناجح هو التنويع، الاستمرارية، الصدق مع الجمهور. نوع في اللي بتقدمه عشان ما يزهقوش، استمر عشان تكمل الوجود، وخليك صادق عشان الناس تحبك وتحسك اكتر واكتر واكتر. ده هيزود لك متابعين، هيعلي التفاعل، هيكتر من المبيعات ان شاء الله. يلا استعد، ابدأ خطط لأسبوع المحتوى بتاعك بشكل 3 2 1 واستخدم الأفكار اللي قلناها. فاكر أكواد الخصم اللي اديتها لك؟ كلها جوزاف 90 أو جوزاف 50. دور على الكورس اللي انت عايز تبدأ تتطور فيه أكتر وتتعمق أكتر عشان تبدأ تكسب أكتر،
الحمد لله شرحنا هنا بشكل قوي، لكن بكل تأكيد في شرح مفصل بعد كده بتقنيات كتيرة جدا خطوة بخطوة في الكورسات التانية. أتمنى حضراتكم بعد كده تشاركوني فيها ونبقى شركاء نجاح حقيقيين في الكورسات التقيلة. أكدوا أرجوكم إنكم تكونوا عاملين اشتراك للقناة عشان هيكون في تحديثات خلال الفترة اللي جاية في المحتوى نفسه.